اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صباح الخير، صباح الورد، صباح يوم جديد وروتين جديد هنعيشه مع بعض. يا رب أكون خفيفة على قلبكم، ويا رب يجعل لي قبول بينكم إن شاء الله. عاملين إيه؟ يا رب تكونوا طيبين وفي أحسن حال. يا رب يرزقكم جميعا ما تتمنون ويفرح قلب كل واحد فينا، وينصر أخواتنا الفلسطينيين يا رب على الأعداء، آمين يا رب العالمين. وحشتوني جدًا، جدًا والله العظيم. مقصّرة في حق قناتي شوية، بس إن شاء الله، إن شاء الله ربنا كريم كده نرجع بأحسن من الأول بإذن الله. فيديو النهارده روتين بسيط، وهاتكلم معاكم في كذا موضوع مهم بالنسبة لي جدًا، في كسر الخواطر، وهاكلمكم ليه باتكلم في الموضوع دوّة. وحاجة تانية، أنا ليه بقى لي أسبوع ما صوّرتش أي روتينات معاكم أو أكتر. وفي ناس يعني في ناس من متابعيني بيحبوني طبعًا أنا عارفة، بيقولوا لي يعني فين الروتينات، حتى أنتِ كنتِ قايلة لنا إن الروتين هيبقى يوم خميس أو جمعة، ما فيش أي روتين، فإن شاء الله، إن شاء الله هاحكي لكم كل حاجة. وتالت حاجة بقى، بس عايزة أرد على كومنت كده لواحدة حبيبتي أوي أوي، بتقول لي إيه البليلة، لما في آخر الفيديو اللي فات كنت بقول عملت بليلة وحطيت عليها اللبن والسكر. البليلة اللي هي القمح، عارفة اللي هو الغلة اللي بنعمل بيها، بتتعمل في مكن وحاجات، وبتعمل دقيق وبيتعمل بيها العيش. هي دي أنا بجيبها كده من عند العطار، باغسلها كويس وبانضفها طبعا لو فيها أي حاجة مش نظيفة، وبحطها على النار طبعا في مية شوية تستوي. وبعد كده ما تستوي الحبة بتاعتها تكبر بقى وتبقى استوت، وبجرب كده واخد حباية كده تحت اسناني، لو لقيتها استوت خلاص بزودها بقى لبن وسكر وبيبقى طعمها حلو جدا، وجربيها وان شاء الله هتعجبك. وتعالوا بقى نرجع للفيديو بتاعنا ونتكلم على اللي انا عايزه اتكلم عليه. المقطع بس دوت عايزه اقول لكم عليه ان انا نزلت علشان اجيب التموين بتاعي. اللي انا قلت لكم ان انا بجيب التموين بتاعي كل شهر، حتى ما جبتوش كله والله، انا جبت الزيت بس عشان ما كانش فيه سكر، فيعني ايه، جبت نصه. تمام. وجبت البرجر دوت برضو لقيته ب125 جنيه شيكاتيتا. وجبت الطماطم دي عشان كنت محتاجاها. تعالوا نتكلم بقى على اللي انا عايزه احكي لكم عنه. يا جماعة دايما بقول لكم وبقول لنفسي، الكلمة الطيبة من القلب قريبة. لو مش عارفة تقولي تجبري خاطر اللي حواليكي، لو بكلمة، لو بابتسامة، لو بسلام، لو بأي حاجة، بلاش تكسريه. في ناس كتير مننا بيبقوا فاكرين ان انتي مثلا ما تدخلي تكتبي كومنت كده لحد وتخرجي خلاص، انا ايه يعني، انا كاتبه كومنت وخلاص. ممكن تبقى الكومنت اللي انت بتكتبيه دوت يعني بيكسر خاطره قوي، بيضايقه قوي. في ناس واخداها ان هي ببساطه كده. ممكن يكون محتواه مثلا مش هيعجب ناس كتير، ممكن يكون يعجب 20%، 30%. القبول ده من عند ربنا على فكرة، يعني أنا مش فارق معاه أو مش زعلانة من حاجة زي كده. فأنتي دخلتي شفتي محتواه مش عاجبك، خلاص اخرجي في سلام. ولا تضريني ولا أنا بضرك في حاجة، أنا عاملة بقدم محتوى. عجبك، أهلا وسهلا بيكي، شرفتيني، هتبقي أخت عزيزة عليا. ما عجبكيش خلاص، انتي دخلتي الفيديو ما عجبكيش وخرجتي، ولا ضرتيني ولا أنا بضرك في حاجة. بلاش الناس اللي بتدخل لمجرد ان هي مثلا انا معجبهاش مثلا اسلوبي او طريقة كلامي او صوتي مثلا، فتقوم كاتبه كومنت اللي هو انا ما تحملتكيش، انا يعني ليه تكسري بخاطر غيرك؟ سواء على فكرة الكلام ده معايا او في قنوات كبيرة او في قنوات مليونية، او مع الناس عموما، في مع جيرانك او مع الشارع. يعني خليكي كده دايما، يعني ايه، كلامك حلو. حتى يا ستي لو مش بتعرفيش تحلويه جامد او تجاملي اللي حواليكي جامد، خليكي انسانه طبيعيه اللي هو ايه، بتقولي كلام ما يزعلش اللي حواليكي. الواحد دايما بيحاول يراعي شعور اللي حواليه. يعني الواحد اقسم بالله، اقسم بالله، الواحد ساعات حد كده يساله على حاجه، مثلا يقول له انت يعني شكلها حلو او طقمه او اي حاجه او لبس مثلا، والله العظيم بيبقى وحش جدا، واقول حلو جدا، جميل، حلو قوي عليكي، ما شاء الله. ليه نكسر يعني ليه نكسر خاطر بعض؟ ليه نزعل حد كده ونخليه يبقى قاعد مع نفسه كده متضايق؟ انتي يعني مش عارفة تسعدي اللي حواليكي، مش عارفة تقولي كلمة حلوة، خلاص بلاش نقولها.
فبالله عليكم راعوا كلامكم شوية، احنا في وقت اصلا صعب جدا الناس ماشية فيه بصعوبة، كل واحد محتاج من التاني الكلمة الطيبة، الكلمة الطيبة من القلب قريبة. ردوا بعض بالكلمة الحلوة، الكلمة الحلوة دي قادرة ان هي تخلي الحديد يلين. لو انت فيكي ايه، او مثلا لو الشخص اللي قدامك صعب جدا وانت قلت له كلمة حلوة وكلمة طيبة طبطبتي على قلبه، هتلاقيه يعني بقى حنان الدنيا كله فيكي وبتحاولي تقدمه له. فخلونا كده ايه، ربنا يهدينا ويصلح حالنا جميعا، ونقول لبعض كلام كويس دايما. ده اول حاجه هتكلم عنها في حكايه كسر الخواطر. بعد كده انا بعمل معاكم، بس هقول لكم انا بعمل معاكم في الفيديو ده ايه. بعمل صينيه كوسه بالبشاميل، وخطيره بجد الخطوات اللي بعملها معاكم. صينيه الكوسه لو اتبعتيها بالطريقه اللي انا بعملها دي هتنبهري من جمالها، ولادك هيقولك عايزينها كل يوم. انتوا الطريقه واضحه جدا اللي انا بعملها. بقطع الكوسه، بشوحها في معلقه زبده كده، وبهرها بفلفل اسود وملح. باعمل البشاميل بتاعي، اللحمة المفرومة برضه باعملها، باحط عليها قصدي فلفل وملح وسنة قرفة بس. وهتشوفوني بقى باعمل خطوات بسيطة معاكم وهتشوفوها، عشان إيه مش عايزة أتكلم في الوصفة، أنا عايزة أتكلم في حاجات أهم. تاني حاجة بقى، أنا عارفة. بُصّوا عايزة أقول لكم حاجة كأميرة، يعني اللي بتفضفض معاكم. ساعات بييجي لي أوقات كنت أتمنى إن أنتم كنتوا تبقوا موجودين معايا، الناس اللي بتحبني على القناة دي من سنتين فاتت، من القناة القديمة. لو كنت بجد كنت القناة القديمة دي كنت باقدّم عليها روتينات قوية جدًا، وبننضّف تنضيفات عميقة جدًا، وكل حاجة كنت باعملها فيها. بس للأسف ما كانش في الناس اللي بتحبني الجميلة دي في القناة القديمة. فأنا أمّا فتحت القناة الجديدة دي باحبكم أوي، وربنا عوّضني خير بناس حلوة جدًا واخوات غاليين على قلبي والله العظيم. بس للأسف مش عارفة أقدّم نفس الروتينات اللي كنت باعملها في القديمة. هتقولوا لي ليه يا أميرة؟ هاقول لكم مش عارفة. بقى لي فترة باطلع من حاجة أقع في حاجة تانية، لا تعب جسماني لا تعب نفسي، مش عارفة. الحمد لله على كل حال، بس حقيقي ظروفي الفترة دي مش عارفة أضبّطها، مش عارفة أنزّل لكم فيديوهات روتين بقى لي أكتر من أسبوع. مش هاكدب عليكم وأقول لكم علشان ضغط أولادي أو كده، هاقول لكم علشان أنا مش قادرة أنزّل، علشان ضهري واجعني جدًا، جدًا. والواضح كده إن هيبقى عندي مشكلة في الفقرات وهاروح أكشف. لاني بقى لي فتره المشكله ديت حاسه بيها وبكبر دماغي، بس بقى لي يجي اسبوع كده الموضوع زايد قوي قوي قوي. واللي هو مش قادره اتحرك، مش قادره اشيل حاجه، مش قادره احط حاجه. ظهري اللي هو رقبتي بالفقرات بتاعه ظهري مش قادره احركها. عندي التهابات بقى شديده في الفقرات. مش عارفه. عايزه دعوه حلوه منكم كده، علشان باحبكم جدًا ونفسي أكمّل معاكم في القناة دي، عشان لا قدّر الله لو طلع عندي مشكلة بجد في الموضوع دوّة اللي أنا باعاني فيه بقى لي فترة، ممكن أسيب القناة خالص، علشان صحتنا أهم حاجة طبعًا. فأنا علشان كده مش عارفة أصوّر معاكم روتين، بس إن شاء الله، إن شاء الله الفيديو الجاي هيبقى فيه روتين قوي جدًا وهيعجبكم، علشان الشقة أصلًا محتاجة والله تتنضّف، علشان ولادي هم اللي بقى لهم أسبوع والّا أكتر هم اللي بيروّقوها بصفة يومية. فإن شاء الله ربنا يديني الصحة كده، والفيديو الجاي إن شاء الله هيبقى فيه روتين. وآسفة بجد إن أنا مش عارفة أقدّم لكم المحتوى اللي أنتم بتحبوه منّي. ودي صينية الكوسة كده زي ما أنتم شايفين جميلة ما شاء الله اللهم بارك. لو ما عندكيش موتزاريلا، لو ما عندكيش جبنة رومي، لو مش عايزة مش عارفة تحطي على وشها إيه، رشي بابريكا كده زي ما أنا رشيت، بتديها لون حلو وطعم والله خطير جدًا. جربوها هتعجبكم، واستنوني الفيديو الجاي إن شاء الله. باي باي.